اقول لك حاجه يا دونجل، في واحد تنوير كبير عايز يشوفك، هو ابراهيم عيسى. صدق يا دونجل، انا شايف فيك مشروع تنويري كبير قوي. لو انت لسه صاحي من النوم ومش فاهم العركه اللي دايره بين عبد الله رشدي واسلام البحيري، تحب اقول لك جيت للشخص المناسب. في عركه كبيره قوي دايره بين عبد الله رشدي وجماعه التكوين. لو انت مش عارف مين هو اسلام البحيري يبقى انت راجل غلبان قوي. اسلام البحيري ده كان ليه مناظرات كتير قوي مع عبد الله رشدي. ايه يا اسلام، نسيت ولا ايه؟ تحب اجيب لك طقم الجلاليب من جوه المناظرات القديمه؟ فاكر لما كنت بتخلع؟ وكل اللي قالوا الازهر زور وقف. واما البيان ده اقسم بالله لما تعدي الازمه، اقسم بالله لانه بيشيل غيره. هو ما كفرنيش بالكلام، لكن بيشيل غيره زي ما سبقوني يقوم يقتلني فورا، لان ده راجل الازهر قال عنه بيهدم ثوابت الدين. اليس ذلك مدعاه لقتلي على ولا حاجه قالوها ولا كلمه حق قالها هذا الشخص اللي هو مندوب الازهر عني؟ اني من كام يوم طلع لنا التنوير الكبير اسلام البحيري وقرر انه يعلمنا ديننا، وماله مش عيب. انت خنزير. وقال لنا انا تنوير كبير. احنا مش فاهمين يعني ايه تنويري. معاك كشاف؟ قلبك عامر بالايمان. قال لنا لا، انا جاي اجدد لكم التراث ده هو سبب الارهاب والبلاوي وانتوا جهله، وانا عايز اعلمكم. والمشكله مش في كده. اسلام البحيري احنا عارفينه من ايام ما عبد الله رشدي كان بيديله على وشه المناظرات القديمه، لكن المشكله مش في دوت، المشكله في جماعه التكوين. جماعه التكوين متكونه من يوسف زيدان دوت معروف عنه ان ضد القضيه الفلسطينيه، وكان ليه راي مشبوه ضد اخواتنا الفلسطينيين. الفلسطينيين اللوم الوحيد عليهم عدم إرساء قضيتهم على قاعدة حقوق الإنسان وإصرارهم على الحق التاريخي والحق الديني، وده مش هيوصل لحاجة. كلاهما متاهة لا مخرج منها. المفروض الفلسطيني يطالب بحقه ازاي؟ على قاعدة حقوق الإنسان. ووصف صلاح الدين الأيوبي إنه كان زبالة لما طلع مع عمرو أديب. ده الناصر صلاح الدين هو اللي راح عالج ريتشارد قلب الاسد ووقف قدام الصليبيين، مش هو ده لا، صلاح الدين واحد من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني. احقر الشخصيات في التاريخ الانساني. والأستاذة فاطمة نعود. فاطمة برضه يا ابني وانت قاعد في الغير. اسمها صعبة أوي، مش عارف والله. احنا نخش الجنة بسبب اسمها. فاطمة نعود الست ديت أصلا متهمة بازدراء الدين الإسلامي، واتريقت على شعيرة الأضحية، واتريقت على الإسراء والمعراج، والقانون المصري هفها أشغال شقة مع إيقاف التنفيذ. وإبراهيم زفت، إبراهيم عيسى أبو حمالات، الراجل دوت منكر لعذاب القبر، واتريق على القرآن الكريم في آية سلطانية وفي التلفزيون. سلطانه هم اقرأوا كتابية هم سلطانية لا ده سلطانية مش سلطانية. اسلام بحيري ده انتوا عارفينه من مناظراته مع عبد الله رشدي. الجماعة الوسخة دي كلها اتجمعت عشان يعلمونا يعني ايه اسلام، ويعلمونا الدين الصحيح، وينورونا. امشي غور امشي يا ابني. مش دي المشكلة في الصورة اللي اتصورت لجماعة تكوين اللي هي ديت، اللي الصورة بتبين ان على ترابيزة جماعة تكوين اللي عايزين يجددوا لنا الدين الاسلامي الترابيزة بتاعتهم عليها بيرة. فدخل علاء مبارك على الخط وعلق وقال هو البيرة دي بتاعت مين يا حلوين؟ وعبد الله رشدي دخل على الخط برضه ورفع بوست على صفحته على الفيسبوك وقال هنشرب بيرة ونجدد السيرة. المشكلة مش في كده، المشكلة في رد اسلام بحيري. اسلام بحيري طلع مع عمرو أديب وقال ان احنا كنا في اوتيل كبير، ووارد ان البيرة دي ما تكونش بتاعتنا، بتاعت اي وفد من السياح، يعني واحد اجنبي قام وحط ازازة البيرة على الترابيزة بتاعتهم، وانتهى العبث. وهي تكوين بتشرب بيرة؟ انا مالي بقى؟ لا انا مالي، ما يمكن ما بتاعت حد. انا الكلام ده انا ماليش دعوه بيه. انا بس بقول لك ان دي صور من موبايلات ناس وهواتفهم غير رسميه لا تخص تكوين ولم تنشرها يعني تكوين. الازازه موجوده مش متركبه. ما اعرفش حقيقي، ما اعرفش. وعينك ما تشوف الا النور. الشيخ عبد الله رشدي حط عليهم من هنا ونزل بوست كمان، والناس اتفاعلت معاه وكاتب فيه كلام بيتريق عليهم. شربنا بيره، يلا بقى نجدد الخطاب الديني والسيره. والناس نزلت تريقه وهاتك يا ضحك.
والموضوع ما وقفش عند هنا. المذيع عمرو اديب سأل اسلام البحيري هل تكوين بترحب بالمناظرة؟ طبعا وشه قلب الوان وقال له طبعا. ما سكت شوية يعني. تكوين بترحب. عمرو قال له مع عبد الله رشدي؟ طبعا هنا سكت خالص. تقعدوا مع الشيخ مرحبين جدا مع عبد الله رشدي. اللي عايز يتفضل لتكوين بس الانتاج يبقى امام الراجل صاحب المنتج. سمع بكده مين؟ الجلاد حبيب الملايين الشيخ عبد الله رشدي، ورحب اكبر ترحيب بالمناظره. نزل بوست انه مستعد للمناظره على صفحته. ده انتوا جيتولي بقى. والشيخ عبد الله نزل بوست تاني قال فيه تم الاتفاق على المناظره وفي انتظار تحديد الوقت. بعدها طلع مين؟ طلع على طول كبير الكوين. مين بقى؟ عمه الحاج يوسف زيدان. طلع تصريح باذنجاني بيقول فيه باعتبار انه كبير الفلاسفه والكوينه وهددهم. قال سانسحب من تكوين. لا ما ينفعش. حال مناظرة اسلام بحيري لعبد الله رشدي جابوا ورق. وطلع بعديها على طول ابراهيم عيسى اعلن في برنامج على التلفزيون انه عمره ما هيعمل اي مناظره، وهيقول للاسلام ان هو ما يخشش مناظره مع عبد الله رشدي لان هم واثقين ان هم يكسبوها. كذاب. اعمل مناظره زي دي خالص اطلاقا. هو الاسلام ما تعملش المناظره دي. احنا مش مناظره عبث، لان وانا ضد فكره المناظرات دي كلها. ده شو لطيف نقدر نكسب منه جماهير في شكلهم كلهم متفقين على كده، خايفين طبعا من المناظره لانهم اصحاب الباطل، وان الباطل كان زهوقا. طبعا عمنا عبد الله رشدي نزل بوست بيقول لهم فيه يا جماعه اهل الخير يا كوينه بدعوكم للمناظره المره الثانيه لغايه ما صوته اتنبح. يا عم الراجل. ولكن عبد الله واقف في الساحه لوحده لكنه اسد، وبيقول كلمه عبد الملك زرزور حد لشوق لحاجه. حد لشوق لحاجه؟ ايه؟ انت ذكر صحيح، قلب ميت. انا بتوصلني اخبارك. جرعه حلوه جرعه حلوه مفيش كلام. لو اتفرجتوا على الفيديو دوت واستفدتوا وتعلمتوا منه اي حاجه اشتركوا في القناه ودعمونا باللايك عشان احنا بنتعب والله في صناعه المحتوى.